السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل الزمالك قادر على المنافسة في ظل السكواد المرعب بتاع الأهلي وبيراميدز في اللي جاي؟ طبعا قادر. تعال بقى أقول لك قادر إزاي. الزمالك محتاج أولا يمدد عقود لاعبين زي حسام عبد المجيد، زي محمد السيد، ويجدد للاعيبه اللي محتاجه تجدد لها. عبد الله السعيد على الاقل انت محتاجه معاك كمان سنه. طيب عندك 5 أجانب، أنت محتاج تحافظ على 2 منهم بس، بنتايج وصلاح الدين مصدق. الجفالي لازم يطلع إعارة. أنا مش مع الناس اللي بتقول لك نشوف الماتشات اللي بقى من الدوري وبناء عليه نحكم. أنا أعتقد إن الجفالي مهما كانت جودته كلاعب مش هيقدر يشيل. أنت محتاج لاعب كبير، محتاج لاعب عنده خبرات. يبقى احنا 2 محتاجين 2 ونجين أجانب جامدين، مش لسه هنشوفهم واعدين ولا مش واعدين. ومحتاجين كمان مهاجم اجنبي جامد جدا، مهاجم صندوق. يبقى احنا محتاجين نمدد العقود اللعيبه اللي عندنا، ونجدد اللعيبه اللي عقدها ينتهي، ونجيب 3 اجانب جامدين جدا. دي البدايه. طيب بعد ما نعمل الكلام ده كله، ايه المطلوب؟ المطلوب مدير فني تقيل. انا ما شفتش اماره من بيسيرو. لو نقدر نرجع جوميز يا ريت. هتقول لي نرجع جوميز، هقول لك يا عم جوميز رجع بسبب مشاكل ماديه كتير كلنا عارفينها، وراجل اثبت ان هو مدير فني شاطر معانا، وفي نفس الوقت اثبت انه مدير فني شاطر مع نادي الفتح. بقى مدير فني، جددنا عقود لاعبين، جبنا 3 لعيب اجانب. طب السكواد ده بقينا سكواد تقيل قوي زي مثلا الاهلي؟ قطعا لا يعني. ولكن ايه، الزمالك في 2021 خد الدوري المصري مع فريرة، وكان مطلع مجموعه من الناشئين منهم لو تفتكروا معايا حسام عبد المجيد، يوسف اسامه نبيه، سيد نيمار، سيف فاروق جعفر، وقدر يحسم الدوري بالناس دي. الزمالك بالسكواد الحالي قدر يكسب السوبر الافريقي من الاهلي. اتعادلنا بس برضو عملت ماتش جامد قدام الاهلي وكسبت بضربات الجزاء. يبقى احنا اللي بنفكر في ايه؟ انسى يا باشا سكواد الاهلي، انسى يا باشا سكواد بيراميدز، اعمل اللي قلت لك عليه. انت مش هتلاعب بيراميدز والاهلي طول الموسم 38 ماتش او على حسب الدوري هيمشي ازاي. انت هتلاعب بالاهلي رايح جاي وهتلاعب بيراميدز رايح جاي. ركز مع الفريق ده في كل فرق الدوري ان انت تاخد اكبر عدد نقاط ممكنه منهم. بعد كده بقى لك ماتشين مين؟ بيراميدز والاهلي. اكيد الاربع ماتشات هتقدر تاخد منهم نقاط. لو انت عملت كده وحافظت على كده، صدقني هتبقى منافس ومنافس قوي، وبنسبه كبيره ممكن تحسم البطوله. بس طلع الاهلي وبيراميدز من حساباتك، وركز في النقاط اللي انا قلت لك عليها. بس ركز في النقاط اللي انا قلت لك عليها وبس كده. دمتم جميعا بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.